تشهد محافظة جدة أمطار في كامل المحافظة، فيما نوه المركز الوطني للاستمرارها حتى 6 من مساء اليوم الأربعاء. ورصدت اليوم جهود واستعدادات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة لموسم أمطار جدة. وأوضح مدير الاستجابة التشغيلية بمنطقة مكة المكرمة عبد الرحمن عصام الدين أنه بعد ورود تحذيرات من المركز الوطني للأرصاد تم رفع الجاهزية في جميع مناطق مكة المكرمة، منها محافظة جدة بإجمالي 98 مركز إسعافي بمتوسط عدد الفرق خلال المناوبة الواحدة 110 فرق إسعافية. وتم إنشاء منطقتين إسناد في محافظة جدة في شمال وجنوب المحافظة، وهي مستعدة لاستقبال جميع الحالات الإسعافية سواء لاستقبال الحالات المطرية وغيرها.